انا عايز اقول لك ان كل اللي جرب برجر لبن جاب معاه المشروب بتاعه كلوا غلط. كلوا غلط. النهارده هنتعلم ناكله صح ازاي. بلبن عمل منتج جديد، انا حسيته من اللي هو منزله ده ان هو ماشي باستراتيجيه كل نفسك قبل ما حد يجي وياكلك. عارفين النظريه دي اللي هو انزل بمنتج منافس، فنزل بمنتج البرجر تشيكو برجر ده بلبن عمل برجر. انتوا متخيلين النقله؟ فانا جبت واحد ليا وواحد للمصور، عشان كل مره تقولوا لي انت ما بتجيبش المصور. اهو بتاع المصور اتفضل. وجايبين شوك. ليه شوك؟ ليه شوك؟ محتاجين الشوك في ايه؟ وبينزل معاها المفروض المشروب بتاعهم. فهنفتح واحده واحده نستكشف الموضوع مع بعض، لان انا بصراحه يعني انا شفت له فيديوهات كتير. انا اخر واحد يجرب التشيكو برجر بتاع بلبن. بسم الله. اوبا اوبا. استنى بص يا مصور. بصوا هو من شكله كده اختراع غريب ومريب. عجبني العالم ده. بص هو ده المفروض انجلش كيك، تمام؟ ده هو الكايزر يعني. واخد صوص بيستاشيو، وده موس بيستاشيو، كنافه بيستاشيو نقول بيستاشيو، وبراونس كيك، وبرده الطبقه اللي فوق نفسها تحت اكنها ايه الساندوتش نفسه. بس حاسسها ناشفه شويه، يعني حاسسها اتثبت في الفرن شويه. قسيوا عليها. لا انا مش عارف اخش. ده عملاق، ساندوتش عملاق. قرب كده مصور. يتقطع كده وهوريك الميكس والطبقات فوق بعض. حلو. عايز ادوق اللحمه لوحدها، قصدي البراونز لوحدها. ده عليه شوكليت جامد يعني. اكل الصح البرجر بتاع بلبن ان انت هتاخد قطمه كده. بص يا مصور. ده بقى بص سكر من هنا للصبح. ده الصح. لكن تقول لي كل الفيديوهات اللي شفتها عملوا كده. قرب يا مصور كده. ما ده غلط يا جدع اهو. غلط. ده المشروب. يعني البرجر نازل معاه مشروب. تمسك البرجر كده. سكر. بص ضرب الشوكليت. يعني لا. بصراحة اختراع تقيل يعني. لو مالكش في السكريات خلي بالك. وانا وريتك المشروب يتشرب ازاي. فلو هتجرب البرجر يبقى المشروب بيتشرب كده. عايز تحط بقى الصوص كده والبتاع ده يعني براحتك انت حر. بس